دايما بيجيلنا احساس كده ان الاكل اللي بيتعمل بره في المطاعم بيبقى صعب علينا ان احنا ننفذه في البيت. بس مرة ورا مرة هتلاقوه ان انتوا بتعملوا احلى من المطاعم واوفر وانضف بكتير، ويقضي اسرة بحالها كمان. ان شاء الله هعمل معاكم النهاردة الفرايد تشيكن بطريقة حلوة جدا، احلى من المطاعم وطبعا انضف واوفر. هعمل معاكم مقدار كيلو من صدور الفراخ. هنجيب حوالي معلقتين كبار من صوص الباربيكيو، ومعلقة كبيرة من المستردة، وحوالي برضو معلقتين كبار من الكاتشب. يبقى عندنا باربيكيو، مستردة، كاتشب، وعليهم كوباية كبيرة ساقعة من التلاجة مية. هنقلب كل الخليط ده كله مع بعضه، ونحط عليه بقى البهارات والتوابل بتاعتنا: ملح، فلفل اسود، وهنحط توم باودر وبصل باودر وبابريكا. هنخلط كل الخليط ده كله مع بعضه، وممكن تديله تيست او تدوقيه قبل ما تحطي فيه الفراخ. يعني تتاكدي ان ملحه يكون مظبوط والبهارات بتاعته تكون مظبوطه. طبعا الفراخ بتاعتنا احنا بنقطعها اتخن من البانيه شويه، يعني انت تخلي الفرارجي قطعهولك اتخن من البانيه شويه. وهنحط الفراخ في الخليط ده ونسيبه مش اقل من ساعتين يشرب من التتبيله. هتطلعيه بقى من التلاجة ونعمل بقى الكفر بتاعه. هنحط بقى عندنا كوبايتين كبار من الدقيق، عليهم معلقه كبيره من النشا، وننزل بقى بالفراخ. مش هننزل بيها كلها، يعني على قد الدقيق معاكي ما ياخد. ونفضل كده نقلب من تحت لفوق. هنعمل مرة واتنين وتلاتة، يعني مش اقل من 10 او 15 مرة تعملي التقليبة دي. هتلاقي الفراخ بتاعتك شربت من الدقيق، وفي نفس الوقت هتديكي الخربشة اللي انت عايزاها. بصوا زي ما انتوا شايفين انا عمالة اقلب من تحت لفوق. خلاص كده انا ممكن اقليها على كده، بس انا حبيت اديها كمان خربشه شويه، او الكفر يكون بتاعها سميك شويه. عملت ايه؟ زودت كمان شويه دقيق عشان الدقيق اللي معايا كان اتكتل، واديته كمان معلقه نشا زياده. نزلت بالدقيق اللي انا كنت حاطاه في الدقيق، نزلته في السائل اللي انا كنت ناقعه فيه الفراخ عشان يشرب برضو من نفس التتبيله زي ما انتوا شايفين. واديته تقليبه تانية. طبعا انتوا شفتوا المقدار بس اللي انا عملت فيه الفراخ، انا كنت الدقيق قل لي معايا عشان انا عملت المقدار كله، الكيلو كله بتاع الفراخ. ونزلت بقى في الزيت، لازم يكون سخن حامي، وبعد كده اول ما انزل على الفراخ اوطي النار علشان الفراخ تستوي معايا من جوه، ما تدينيش بس شكل من بره والفراخ تبقى من جوه مش مستويه. واتاكد بقى ان اللون بقى مظبوط واستوت معايا. اشيلها على مصفى، ما اشيلهاش على مناديل مطبخ علشان ما تطرش معايا. ابتدي بقى اعمل السندوتشات بتاعتي. احط الاول الصوص. انا عملت تشكيله صوصات كده، حطيت باربيكيو على مستردة على مايونيز على كاتشب، حطيتهم في كيس. وبعد كده حطيت الفراخ وعليها صوص الجبنه. صوص الجبنه برضو انا عاملاه في البيت، ابقى انزل لكم طريقته. وعملت بقى ساندويتش دورين زي ما بيقولوا، يعني طلع زي بتاع بره بالظبط. ما تخليش حاجه تقف قصادك، واكيد ولادك هيفرحوا بيه جدا. صدقوني الوصفة مضمونة وزي بتاعت بره واحلى كمان. بصوا شكله عامل ازاي. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. كان معاكم سوسن سليمان. باي باي.